سامعيني كده؟ يا رب تكونوا سامعيني. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفكره. انا عارفه ان انا جايه لكم متاخر جدا 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 جدا، بس جايه لكم بفكره فيديو تحفه قوي، الا وهي سبلايز الدراسه او تجهيز سبلايز الدراسه. انا مدرستي بكره، تمام؟ يعني انا بكره مدرستي، لسه ما جهزتش شنطتي. جبت الازازه، ما جبتش اللانش بوكس. ليه ما جبتش اللانش بوكس يا حبيبه؟ انا مش لاقيه اللانش بوكس عاجبني خالص، فانا هقضي اول يوم مدرسه من غير لانش بوكس، بس اكيد هاخد اكل في اللانش بوكس بتاعي القديم، تمام؟ فبكره علشان لما ادور على لانش بوكس يبقى يعجبني واشتريه. انا هقضي اللانش بوكس بتاعي القديم دلوقتي على ما ابقى انزل اشتري لانش بوكس جديد، علشان انا مش لاقيه لانش بوكس جديد وانا جايبه حاجتي متاخر جدا. فيلا بينا بقى نشوف الشنطه بتاعتي شكلها عامل ازاي والازازه. المهم بقى زي ما كنا بنقول، هوريكم الازازه بتاعتي والشنطه واللبس وروتيني قبل الدراسه عشان بكره المدرسه، علشان ابقى جاهزه نشيطه كده، وهوريكم كل حاجه. وطبعا يا جماعه كان نفسي اصور لكم في المدرسه، ولكن ممنوع ان احنا ناخد الموبايلات بتاعتنا في المدرسه، فمش هعرف اصور، سوري، وهسيب الموبايل بتاعي هنا في البيت. فيلا بينا بقى نشوف كل حاجه. تمام، انا هوريكم الشنطه، هوريكم اللانش بوكس، هوريكم لبسي، وهوريكم انا بعمل ايه قبل الدراسه. حرفيا قران العشاء بيقول علشان العشاء هتأذن حالا، فيلا بينا نبدأ علشان ما نتأخرش. جيت لكم تاني يا جماعة بس لما العشاء خلصت أذان، علشان كان الصوت عالي طبعا بتاع الأذان، مش هعرف ان انا اتكلم معاكم والأذان شغال، علشان طبعا احترام الأذان وعشان الصوت بيبقى عالي. طيب، اول حاجة دلوقتي هعملها قبل ما اوريكم كل حاجة، هو ان انا هوريكم روتيني قبل المدرسة. اول حاجة هعملها هو ان انا هرتب اوضتي، هنظمها عشان بكرة هبقى جاية من المدرسة طبعا تعبانة، مش هعرف ارتب اوضتي ولا هعرف اعمل اي حاجة. فيلا بينا بقى نرتب اوضتنا، علشان انا ما رتبتهاش النهارده خالص يا جماعه بجد. وانا متحمسه جدا لبكره، متحمسه 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 متحمسه، الحماس مليون، عشان ده اول يوم بس. فدلوقتي بقى هرتب اوضتي، هرتب السرير معاكم، هنعمل كل حاجه مع بعض دلوقتي. فيلا بينا بقى نبدا. هرتب السرير، هرتب الكرسي، طبعا انا جهزت لبسي عشان اوريهولكم. وهرتب كل حاجة، وهجهز الشنطة، وهجهز المقلمة واللبس، وهقول لكم على كل حاجة. ويلا بينا بقى نشوف. هنا بقى يا جماعة كنت طبعا متحمسة جدا لبداية اليوم بكرة، وعمالة بقى برتب اوضتي. قولولي بقى انتوا بدأتوا اصلا دراسة ولا لأ؟ علشان انا هبدأ بكرة، يعني انا بسجل لكم فيديو ده النهاردة وهبدأ بكرة خلاص، يعني انا هنام تمام، وهصحى الصبح بدري بقى الساعة 7 ان شاء الله، علشان هروح المدرسة، وهضطر ان انا اصحى قبل 7 على اما اجهز بقى. المفروض ان انا اوصل هناك في المدرسة الساعة 7 بالظبط، فانا محتاجة بقى ان انا اجهز بدري واصحى بدري، علشان هركب لسه مواصلات طبعا وهروح، فموال بجد. فيلا بينا بقى. رتبت كمان الكرسي ده وحطيت بقى هدوم كده، وفي الاخر اصلا شلتها حطيتها في ثبت الغسيل عشان كانت هتتغسل بقى. وكنت هجهز اوتفيت تاني للدروس اللي بتاعت بكره برضو، ونشوف بقى هنعمل ايه. جاهزين؟ دي الشنطة يا جماعة، طبعا انا كنت بستخدمها علشان قبل ما اشتري شنطة جديدة للدروس وكده كنت بستعمل دي، هي صغنونة جدا وهتليق لأول يوم مدرسة، تمام؟ علشان احنا طبعا مش هناخد حاجات كتير غير لما المدرسين يطلبوا مننا، فدي هتليق جدا مع أول يوم مدرسة، وكمان هتليق مع اللبس. تعالوا اوريكم بقى تاني واحدة أو تاني شنطة. هي الشنطة دي الشنطة الجديدة. طبعا هي كبيرة، فيها حاجة هنا، فيها سوستة وسوستة وسوستة وسوستة، فيها سوستات كتير قوي، وشكلها جميل جدا وعاجبني قوي 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 قوي، وهملاها حاجات طبعا. فعندي تو اوبشن، قولوا لي بقى اختار انهي اروح بيها اول يوم مدرسة، عشان هنزل الفيديو واشوف الكومنتات بتاعتكم. تمام، ده اول حاجة الشنط. تعالوا بقى اوريكم الازازة بتاعتي اللي انا اشتريتها. الازازة دي هي لونها فاتح عن، لا، لونها غامق عن، طبعا هنكمل كلامنا يا جماعه. كنت بوريكم الازازه، عايزه اقول لكم ان لونها احلى من اللي في الكاميرا، كمان الكاميرا تقريبا مفتحاها ولا مغمقاها مش عارفه، بس دي الازازه. عندي كمان اوبشن تاني، هي الازاز البلاستيك اللي بيبقى فيها ميه معدنيه دي، انا اوريدي جايبه واحده منها علشان ممكن اخدها او ممكن اخد دي، فانا مش عارفه لسه. فدي ازازه المدرسه يا جماعه، قولوا لي رايكم فيها في الكومنتات برضو. شكلها حلو قوي وكبيره، اهم حاجه ان هي كبيره عشان هملاها ميه ساقعه بقى ونفضل نشرب كتير في المدرسه. تحفه تحفه تحفه. قيموها لي كام من 10؟ انا طبعا هقيمها 8 من 10.
يلا بينا نشوف الحاجه اللي بعد كده. دي الازازه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي البلاستيك. انا طبعا مليها ميه، بس هي دي اصغر من دي، وانا بحتاج يعني ازازه كبيره وكده، شايفين الحجم؟ فانا بحتاج ازاز كبيره، فانا اصلا ماليه دي ميه بشرب منها. طبعا هشرب ثانيه، اشرب بقى. الحمد لله شربت. فقولوا لي اخد دي ولا دي؟ وانا عن نفسي بحب استخدم الازاز دي جدا عن الازاز دي، وهتلاقوني اصلا لو خدت دي اول يوم مدرسه هستخدم دي بقيه السنه. يعني انا بحب الازاز دي قوي 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 قوي، بحبها جدا ومتحمسه جدا لاول يوم. فقولوا لي بقى اخد انهي اول يوم؟ بس انا ممكن اخد دي اول يوم وبقيه السنه استخدم دي. فقولوا لي بقى اخد انهي اول يوم. نعمل ايه بعد كده؟ هوريكم طبعا الملابس. صح، انا سايبه الملابس اخر حاجه عشان تبقى حماس كده. طبعا ما تنسوش تقولوا لي اخر. المهم يا جماعه، كنت بقول لكم طبعا تختاروا لي انا في شنطه احضر بيها اول يوم، بس انا غالبا يعني هختار دي علشان منها ان هي لايقه على لبس المدرسه، وكمان علشان هي صغيره ومش هحتاج حاجات كتير قوي في المدرسه. ولما نبقى نحتاج كشاكيل وحاجات بقى كتير من دي هبقى استخدم الكبيره دي، وهبدل فيهم طبعا يعني. اختاروا لي بقى واحده منهم واختاروا لي احضر بانهي ازازه بكره. بس انا غالبا زي ما قلت لكم هحضر بدي عشان كبيره، وبقيه السنه هحضر بدي او العكس، مش عارفه. فيلا بينا بقى نشوف يا جماعه اللبس بعد كده. هوريكم طبعا اللبس علشان طبعا بعد ما نعمل الروتين بتاعنا هنحط الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الشنطة بتاعة المدرسة. هنشوف هنستخدم طبعا انهي واحدة، ونحط الحاجات اللي هي ادوات الدراسة في الشنطة. فيلا بينا. هنيجي بقى يا جماعة لبس المدرسة لونه باين صح، شفتوا؟ المهم هنيجي لبس المدرسة، واللي انا بكره لونه قوي عشان لونه معفن قوي الصراحة. طبعا على حسب كل مدرسة يعني بيلبسوا انهي لونه كده. فانا اللون بتاعي لون كحلي، فعشان كده بقول لكم الشنطه الكحلي هتليق. وفي نفس الوقت عايزه اكسر اللون الكحلي ده بالشنطه البينك في الاسود وفيها كحلي كمان. ده الدرس يا جماعه، ده الدرس اللي انا هحضر بيه اول يوم مدرسه. طبعا لونه كحلي، يا رب تكونوا شفتوه اهو اهو، يا رب يكون باين. طبعا هو زي ما انتم شايفين كده، وهلبس تحته شميز ابيض. تعالوا اوريكم بقيه اللبس. ده اول حاجه بالحزام بتاعه ابيض، وهنا زراير بيضه برضو، وبقيته كحلي كله ما فيهوش حاجه بيضه غير الحزام والزراير اللي هي بتبقى هنا دي بتبقى لونها ابيض. تمام، هوريكم بقى. طبعا اوريكم الطرحه. انا جبت طرحه اوف وايت، دي اوف وايت مش بيضه قوي. عندي جوه بيضه بس انا مش بحب استخدمها علشان هي شيفون برضو، بس انا بحب ارتاح او ان انا برتاح في الاوف وايت عن البيضه. بحب اللون الاوف وايت يعني. هو ده شكلها، وكبيره بقى، انا بحب الطرح الكبيره دي. تمام، انا كويها اصلا عشان مش عايزاها تتكسر اكتر من كده، عشان انا مش بعرف اكوي كويس خالص. هطبقها طبعا طبعا طبعا، لازم نطبقها علشان ما تتكسرش اكتر من كده. تمام، هوريكم بقى. انا هوريكم الدريس والطرحه، هوريكم الشميز الابيض. هو طبعا مش معدول يعني، انا دلوقتي قلباه. تمام، ده الشميز الابيض برتاح فيه، وقماشته بصوا قماشته طريه جدا وقطن وخفيفه وتحفه تحفه تحفه، وفيها زراير من هنا كمان. بس علشان انا قلبه الشميز فهوريهولكم طبعا، هعدله. طبعا هكمل عدل الشميز يا جماعه علشان لسه ما اتعدلش كله. قماشته حلوه قوي. اكتر حاجه عجباني في الشميز ده، ثانيه، اكتر حاجه عجباني في الشميز ده ان هو قماشته حلوه وبرتاح فيها جدا، وقطن. هحطلكوا في الشماعه علشان تقدروا ان انتوا تشوفوا كويس اهو. طبعا في زراير من هنا مش مقفوله كلها، ويتقفل من هنا برضو. طبعا الدرس بيكون عليه لحد هنا، وبقيته بقى اهو تحفه 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 تحفه. وقماشته عجباني قوي. ده اكتر حاجه عجباني في الشميز، شكله وقماشته ما بيحررش وحلو جدا. بس ده لبس المدرسه. طبعا لسه البندانه جاهزه قبل ما انام علشان ما اقومش اجري وراها الصبح. يعني افضل ادور عليها كتير وكده. علشان انا قدامي اوبشن البندانه السوداء، بس عشان هي طرحه بيضه. المهم كنت عايزه اقول لكم ان انا
عندي اوبشن ان انا البس بندانه سودا، بس انا عايزه البس بندانه بيضه علشان الطرحه لونها ابيض. طبعا كده خلصنا لبس المدرسه، وطبعا نسينا حاجه واحده بس، هو هلبس لا ما نسيتش البندانه البيضه. مش هلبس دي علشان بيبقى شكلها مختلف كده، ما بين ان انا هلبس طرحه بيضه والاوتفيت هيبقى اصلا كحلي في ابيض، ومرحه انا لابسه بندانه سودا، ما ينفعش. فانا هلبس بندانه بيضه علشان بيكون شكلها لطيف كده في اللبس، بكون مرتاحه فيها برضو عن السمره، علشان السمره برباط وانا مش برتاح في اللي هي بتتربط دي، انا برتاح باللي هي بتتلبس عادي. تمام. دلوقتي بقى ايه، هنكمل بقيه الروتين بتاعنا، وبعدين هقول لكم او هنعمل مع بعض الحاجات اللي انا هحطها في الشنطه، او الادوات الدراسيه اللي انا هستخدمها بكره ان شاء الله، وهحط ايه في الشنطه. دلوقتي طبعا يا جماعه خلصنا صلاه العشاء، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنكمل بقية الروتين بتاعنا، وانا مش عارفة لسه هيبقى عبارة عن ايه، بس هنمشي خطوة خطوة دلوقتي وهوريكم كل حاجة. دلوقتي بقى طبعا عايزين نقرأ سورة الملك، بتبقى قبل النوم، فانا عايزة اقرأها حالا علشان انا ممكن انام في اي وقت، طبعا بعد ما اجهز الفيديو او بعد ما انزله لكم، عشان هنزله لكم دلوقتي بعد ما اخلصه. هنام علشان طبعا المدرسة الساعة 7 الصبح يا جماعة، تخيلوا المدرسة الساعة 7 الصبح بجد، فوقت بدري جدا، وانا ما بصحاش اصلا كده. انا يوم ما بصحى بدري بيكون الساعة 8 تقريبا او 9، في الحدود دي. وانا كده كده بصحى 9 في ايام عشان بيبقى عندي فيها دروس. فيلا بينا بقى ايه نشوف هنعمل ايه دلوقتي، وهو ان انا هقرأ سورة الملك علشان بتبقى قبل النوم يا جماعة. طبعا يا جماعة هنشوف هنا صورة الملك في الفهرس، علشان انا بنسى رقم الصفحة، فانا بحاول ان انا اثبت عليها كل يوم وكده. اهي صفحة 562، بحاول ان انا اثبت عليها، بس يعني ساعات بيبقى فيه ملهيات وكده، حاجات تلهيني، فمش بعرف ان انا اثبت عليها، فبحب جدا لما بصور علشان بعرف انظم وقتي، وبعرف ان انا اعمل الحاجة اللي ورايا. اهي جبت صورة الملك يا جماعة، صفحة 562، فجبتها فهقرأها بقى، ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا بينا بقى ايه نحط حاجات الدراسة في قلب المدرسة. انا طبعا خلاص عملت الحاجات اللي انا المفروض اعملها قبل النوم وكده، لسه حاجة واحدة اعملها بعد ما اخلص التجهيز، وهعملها معاكم واقول لكم انا بعملها ليه، والحاجة دي هوريها لكم يعني كل حاجة دلوقتي. اول حاجة بقى هي الاقلام. انا جهزت الاقلام بتاعتي، جهزت الحاجة اللي انا هحط فيها الاقلام او المقلمة، علشان انا بحب استخدم الحاجات دي، شكلها كيوت جدا واحسن من المقالم التانية، وكبيرة وبتاخد حاجات اكتر. تعالوا بقى اقول لكم هاخد ايه في المقلمة. اول حاجة معايا قلم ازرق، تاني حاجة معايا قلم ازرق تاني، تالت حاجة معايا قلم ازرق تالت، ورابع حاجة معايا قلم ازرق رابع. بحب اخد اقلام زرقاء كتير جدا، بحب بقى اكتب بقى اي حاجة انا عايزاها وكده، فبحب احط الاقلام الكتير دي، احطهم بقى. سوري بس يا جماعة نطلع الاقلام اللي احنا حطيناها تاني. احنا كنا قايلين هنحط 4 اقلام زرق، هنحط 1 حبر كمان، يبقى كده 5 اقلام زرقاء اللون هنحطهم. طبعا هما دول كده حلوين قوي، يعني في ناس بتروح كده حرفيا، بس انا ما بحبش كده الصراحة. يلا بقى نيجي للالوان، هحط قلم اخضر، قلم احمر، وقلم اسود. تمام، هحطهم هنا برضو. هحط 1 رصاص عادي، 1 اسنان عادي برضو، والسلون عشان لو الاسنان اللي في القلم خلصت او حاجة او ضاعت او اتكسرت، لو لا قدر الله حصل اي ظرف من الظروف. واحط الهايلايت ده. تمام، واحط كمان طبعا انا باخد من الباسكت دي او باخد من السلة دي، واحط البراية والاستيكة والآلة الحاسبة عشان لو احتجتها في فيزيكس او رياضة او اي حاجة. طبعا انتوا عارفين ان انا علمي، فممكن نحتاج دي، عكس سنة اولى ممكن ما كنتش احتاجها قوي، فحط بقى الآلة الحاسبة في قلب المقلمة برضو، ودي المسطرة مش هتخش. تمام، مش هتخش لانها كبيرة عن المقلمة، شايفين كبيرة بقد ايه بالجزء ده كله، فمش هيخش. فهقفل المقلمة دلوقتي. اوكي، هحطها بقى في انهي سوستة اي دون نو لسه، يعني هنا سوستة كبيرة، هننزل لواحدة اكبر، هننزل لواحدة اصغر، هننزل لواحدة كبيرة، هننزل لدي.
دي بقى الحاجه سريعه. اوكي، فدلوقتي ممكن احط المقلمه هنا في السوسته دي، المقلمه بالآلة الحاسبة بالحاجات دي هحطها. نسيت احط المسطره يا جماعه، هحطها طبعا في قلب المكان اللي فيه المقلمه وكده. تاني حاجه معايا هي بعد كده ثانيه اجيب الحاجه طبعا عشان انا حاطه جنبي حاجات كتير. حاجه اساسيه معايا جدا ومش هقدر استغنى عنها، المناديل. هحطها فين بقى؟ انا طول عمري بحب احط لما اكون جايبه شنط كده فيها سوست كتير يكون فيها الجزء ده، اي مكان بقى في الشنطه يكون في الجزء الصغنن ده بحب احط المناديل فيه. تمام، هو اصلا جزء صغير من جوه، يعني هو لحد هنا، انا صابعي تقريبا نازل لحد هنا. اوكي، هحط بقى المناديل فيه. بحب احط كمان فيه البوك طبعا فيه فلوس، بحب احط المكان ده فيه علشان ما يكونش قريب، علشان لو وقع مني او حاجه فيكون هنا اسهل. تمام، وكمان انا مش هستخدم المناديل كتير قوي، فمش هفضل افتح السوسه دي كل شويه. المهم، وبحب احط كمان في الجزء ده المفتاح بتاعي. طبعا معايا حاجه النضاره بتاعتي هحطها فين؟ هحطها في المكان اللي فيه، وحط النضاره طبعا بتاعتي في المكان اللي فيه المقلمه عشان تبقى برضو يبقى سهل المكان او سهل الوصول اليها. المهم، حط حاجه اساسيه علشان اقدر اكمل يومي. العلاج بتاعي ده بيتاخد بعد الفطار، فبعد ما اكل او حاجه احط ده في الشنطه علشان هحطها هنا في اللزقه دي، اخد العلاج على طول. وطبعا الازازه بتاعتي بتتحط هنا اهو، دخلت هيبقى بالشكل ده. طبعا يا جماعه انا مش عارفه اخد التليفون فمش عارفه اصور لكم للاسف. والصحه طبعا هتكون في ايديا، وهلبس وهجهز نفسي، وبكره يوم حماس 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 البدايات، حماس البدايات فظيع، حماس البدايات قاتلني بجد. وهاجي هندب بعد كده ان انا اخش المدرسه حرفيا بجد، انا مش هحب اخشها. طبعا يا جماعه سوري لو الاضاءه جايه من الناحيه دي علشان انا بصور في مكان والنور الاوضه في مكان تاني. باسكت الاقلام خلصت حرفيا، ما عادش فيها حاجه، حطيتهم كلهم في قلب الشنطه. جهزنا الشنطه. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنعمل سكين كير روتين بتاعنا قبل اليوم. اول حاجه عايزه اعملها هو ان انا احط الجل الصبار ده تحت عينيا، علشان بيقولوا ان هو بيشيل الهالات السوداء، بس انا ما لاحظتش الفرق، يعني انا بحطه بس ما بلاحظش الفرق صراحه يعني. طبعا نحط، طبعا انا مش مجهزه الحاجات بتاع السكين كير فهتلاقوني بروح اجيبها. هحط المرطب بتاع الشفايف بتاعي، وهحط البادي لوشن علشان طبعا حمية المدرسة يا جماعة، خلاص احنا خدنا الشاور بتاع المدرسة. فهنحط بقى الحاجات دي، وهنحط بقى المرطبات او اي حاجة. بس كده يكون فيديو النهاردة خلص. لو عجبكم متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك، ويلا سلام.